بطل القصة شاب توظف في المرور وتزوج. يقول عندي عمارة قديمة ورممتها وزينتها وحطيتها 4 شقق، شقتين اللي تحت لي وشقتين اللي فوق أجرتها ملك، ولكن العمارة في حي في وسط البلد. يقولوا وزوجتي سكنت أنا وياها في هالشقتين كبار وفيها مجلس وفيها، يقول كل إمكانياتي واحتياجاتي موجودة فيها الشقتين هذه وأموري زينة. بعد فترة أنا طبعا رزقت بولدين، صارت زوجتي تقول إن ودنا ننقل من العمارة هذه. قلت هذه ملك، لا ندفع أجار ولا شيء وفي وسط البلد والمحلات كلها حول الخضار واللحوم. فيقول تلح علي كل فترة نبي ننقل. يقول يوم تثبت من الموضوع خواتها تزوجوا وسكنوا في فلل في منطقة جديدة في نفس المدينة اللي أنا فيها، ولا هم ساكنين بعد في ملك، ساكنين في أجارات ويعزمونها، وإذا جت شافت الفلل وشافت هذا ويا ليت تستجين جنبنا وما نقصنا إلا أنتي وأنتي اللي ناقصة علينا. فتأثرت البنت وصارت تنقل زوجها وتقول ليتك تبيع العمارة ونسكنها. قلت خواتي الساكنين في أجارات وحتى لو انهم في فلل، لكن أنا في بيت ملك، ليش أبيع عمارتي وأبيع استثماري يدخل علي شهريا مبلغ وقدره وانقل عند خواتك؟ يقول صار هذا الموضوع بشبه أسبوعي تجادلني وجادلها، وأنا أقول يعني تخبيب الخوات لأختهم حتى لو بطريقة غير مباشرة ما يجوز يا أخي. أنت في فلة، أنت في بقصر، أنت في هذا، ما تقول الكلام هذا. اثني عليها واثني على زوجها وعلى محبة زوجها لها. أخرج الجوانب الإيجابية في زوج أختك وعلمي عنها، مو بتجين تقولين أنتم ساكنين في مكان قديم ولا في بيت قديم. عيب الكلام هذا، والله نستأثمين يم الله. طبعا القصة ما انتهت. الرجل يقول يا أبو عبد العزيز أنا ماني براضي أصلا أنها تنقل، وهذا بيت ملك ولا علي من خواتها ولا علي من أنساب أعدلاي. يقول بالفعل بعد فترة، يقول أنا كنت في الدوام ناوب فترة مسائية وكنا طالعين في موضوع مثل ما تقول الله يعافينا وياكم حادثة باشرة، ماني منتبه للاتصالات. يقول أثرها كانت تغسل لها كمدينة أو قزازة أو شيء، يقول انكسرت القزازة وانشرحت يدها وطلع منها دم واجد. أنا ما انتبهت للاتصالات، أنا في هالحادث. يقول بالفعل أثرها وش سوت؟ دقت على واحدة من المستأجرين الشقة وركبت مع زوجته من إحدى الجنسيات العربية ومع عيالها وراحت للمستشفى وسووا لها تخييط ليدها وخذوها طبعا إسعاف. يقولوا يوم جاي يرجعها هذا الأجنبي قالت لا أصبر علي شوي، خذت شناطها وشناط عيالها وراحت الوحدة من خواتها، زي ما تقول طامحة معناتها أنها نافرة البيت. يقول جيت البيت ما لقيتها، لقيت أثر القزاز المنكسر، لقيت الدم، ضاق صدري. يقول تكلمت جاري قال لي هذا اللي صار وهذا اللي صار، وديتها عند أختها في الحي الفلاني. يقول ركبت سيارتي يوم جيتها رفضت تقابل لي، أسأل عديلي قال والله ما أدري عن شيء. يقول أثرها دقت على أخوها وكلمني أخوها قال والله ما هي براجعة إلا في بيت جنب خواتها، أنت الحين مخليها. قالت يا بالحلال حتى لو أنها عند خواتها يمكن ينكسر هالقزاز وتنشلخ يدها، يعني مو بالأمر بيرد في بيتها ولا بيت خواتها. فيقول حاولت بكل الوسائل حاولت، لكن المرأة يعني رفضت، إلا حط لها بيت أنا إمكانياتي ما تسمح، والعمارة هذه حتى لو بعتها ما هي بجايبة القيمة اللي أنا بيها، وهي دارة علي حوالي 40,000 ريال سنويا، وعندي شقتين فاتحين على بعض مرتبها وآخر ديكور. فوجدت أن الموضوع ما يحتاج مساومة ولا يحتاج. فقعدت 6 شهور، أدى الأمر إلى أني أطلقها، يا تجيني أطلقت، رفضت، طلقتها وراحت بيت أهلها مع العيال. طبعا انتقلت المنطقة ثانية، البيوت اللي هذه الخواتها، لكن والدها وخوانها في منطقة تبعد عن المدينة اللي فيها 200 كيلو. عشت لحالي 6 أشهر مع عيال عمي وجماعتي وفي دوامي. قمت أبحث عن مرأة ثانية أتزوجها. دارت هي عن طريق الحريم اني ابحث عن حرمه، فاوعزت الى من اوعزت له وكلمني قال ترى المراه طاح الحب اللي في راسها، انسانك تبي ترجعها رجعها. رحت والله وكلمت اخوانها قالوا الله يحييك. يوم جيت يقول طبعا بعقد جديد بعد ما مر الفتره، يقول قالوا بشرط. قلت وش الشرط؟ قالوا مؤخر 50,000 ريال، ما نبي مقدم بس مؤخر 50,000 ريال، اذا طلقتها تسدد. يقول أنا ما انتبهت الموضوع هذا أنه يعني في ترتيب ولا في شيء يعني لف ودوران. ما نطلق أم عيال ولا نطلقها، ما دام رضت بالبيت هي أبرك لي من غيرها.
يقول بالفعل وقعت على نفس المؤخر هذا وجبتها للبيت، وقعدنا حوالي فترة يمكن أسبوع أسبوعين، إلا المرأة صار بيني وبينها مشكلة بسيطة مدري على أكل وطبخ. يقولوا هي تأخذ عفشة وتنحاش، اتصل عليها ما ترد، أروح لأخوانها قالوا المرأة ما هي برافة. يقول صار بيني وبينها مشكلة، طولت خذنا حوالي 8 شهور. يقول وأطلقها طلقة ثانية. المرأة رافضة أنها ترجع للبيت، وبالتالي أنا بتزوج ولاني معلق نفسي فطلقت. هنا أنا ما انتبهت إلا رافعين علي دعوة بال50,000، يا فلان تعال سدد 50,000 ريال. أنا إمكانياتي ما تسمح، فالإيجارات قمت أجمع. يقول ما لقيت إلا 13 أو 14,000 ريال، رحت أعطيت أخوها، وأخوها بعد من جماعتنا. يقول لهم أعطيت 15,000 ريال، قال لا المبلغ كامل هذا بنستلمه، بس 35,000 ريال لازم تسددها بأسرع. صار بيني وبينهم يا عيب عليكم والله الكلام هذا ما يتذكر. وهذه قالوا ترى ما جيت خلال أسبوعين ترى بنرفع عليك قضية. يقول هم يرفعون علي قضية ويكسبونها. وكان أول فيه سجن بالنسبة للشخص اللي علينا، جاوني في عملي وسجنوني وحطوني في أمارة المنطقة في سجن أمارة. يقول أنا في السجن إخواني ما شاء الله تبارك الله مليئين، يعني عندهم فلوس عندهم خير، فتوقعت أن إخواني واحد منهم بيروح يسدد. يقول يوم الأول أنا سجنت يوم السبت الأحد. يقول في واحد من أخويانا اللي يطلع معنا البر وأصدقائنا سأل عني، قالوا إنه في السجن. قالوا ليش في السجن؟ قالوا إن عليه مؤخر 35,000. قلت طيب ليه؟ قال يقول إنه ليش إخوانه ما سددوا عنه؟ قال إن إخوانه يقولون مثل ما عزروا بأخوهم يروحون يقسطون المبلغ 500 ريال شهريا، ما يبون يعطونهم 35,000 نكاية فيهم، وهالحين ننتظر موافقة من عنده الصلاحية أن يقسط 35,000 عليه. قال اخوانكم حسب علمي انهم عندهم خيرات وفلوس، هذا قالوا هي موجوده الفلوس لكن يبون يعزروا فيهم. قال الحين يقول عاد يعلم الرجال، يقول الحين هذا خوينا ونطلع مع البر تسجن، ما يسوى ساعه سجن في السجن. شوفوا قدامكم يومين، اذا يوم الاربعاء ما طلع ترى بسدد عنه. يقولها الرجال هذا. قاموا وتحركوا ما جاء شيء. يوم جاء الثلاثاء يقوم واحد من عيال عم الرجل هذا قال ترى الرجال ما طلع، وان قدرت الله يقويك سدد عنه. هذا فقير مسكين وامكانيات الماديه ضعيفه صلح، اي لكن له معارف وله وجه. دق على واحد من هالتجار قال يا فلان، قال نعم، قال انا محتاج هالمبلغ وهذه قصته. قال لا تقول لي القصه، كم حسابك؟ قال حسابي كذا. قال تلقاه قدامك. جاء المبلغ يوم الثلاثاء الساعه 2 الظهر. روح اسحب المبلغ كاش وخلاه عنده. قال بكره هروح واخلص لان سكروا. يقول يوم جاء من بكره الساعه 10 لأنا رايح ومعي خوي لي. يقوله الرجال، يقول يوم جيتهم في اماره المنطقه وش عندك؟ قلت السجين فلان الفلاني. قالوا هذا عليه 35,000 ريال. قلت هذه 35,000 كاش. قام اللي عنده المعامله الضابط ودق على اهل الدعوه اللي عندهم وكاله الدعوه يستلمون المبلغ. دق عليهم قال ترى المبلغ حضر. قالوا والله احنا في المنطقه وبنجيك يوم السبت، خله ينطق يومين في السجن زود، ما احنا بجايين نستلم الدراهم. سكر السماعه قال هذول مو بجايين يستلمون الدراهم الا يوم السبت، وحنا ما عندنا امين صندوق يستلم المبلغ هذا. قال لك حل، يقولها الضابط، روحوا سووا شيك مصدق باسم الوكيل وجيبوه لي واسوي له اطلاق سراح. الحين الساعه 1 وصاحب الشأن هذا اللي جاب الفلوس عنده عشاء الليلة في بيته، عازم من ضيوف وبيروح يشتري خروف وبيوديه المطبخ ويجهز أمورهم، ما عنده وقت. لكنه جاب خوي له وقال خذ 35 ادخلها بحسابك وصدر شيك باسم الوكيل علشان نطلق سراح الرجال، نبي يوم الأربعاء ما يرقد مثل ما عاندون نعاندهم. قم خويه وخذ 35 وروح للبنك ودخل 35 وطلع شيك مصدق باسم. ترى الضابط قال يمكن تتأخرون علي. وش الحل؟ قام الرجال هذا اللي جاب الفلوس قال عندي حل، سو أمر إطلاق سراح وحط مكان الشيك فاضي ومكان رقم الشيك ومكان الأسامي فاضية ووقعه وعطى ضابط خفر. إذا جوك العصر أو المغرب وعطوك الشيك اطلق سراح الرجال، هذا الشيك وهذا الأوراق. قال والله جميلة. قم سو أمر إطلاق سراح وختمه وعطى ضابط خفر. قال إذا جوك الرجاجين بشيك مصدق وعبيت الأوراق هذه اطلق سراح السجين. الأمور انتهت كذا. رح خوي الرجال هذاك راح يشتري خروف لضيوفه، خوينا ضعيف هذا
طال عمرك للبنك وادخل ال35 وطلع شيك مصدق وتعال الساعة 3 العصر، وادخل على ضابط خبر، لا ضابط خبر قدام معامله قال هذا الشيك، سجل رقم الشيك، سجل اسم الوكيل الشرعي، سجل المعلومات وختمه وزينه واستلم الشيك وسوي أمر إطلاق سراح. سوى أمر إطلاق سراح، هذا راح للسجين طلع على أذان المغرب. السجين مسجون بملابسه وظروفه صعبة ولها الحين اليوم رابع. قال اركبوا بوديك بيت أهلك. قال بيض الله وجهك وبيض الله وجه فلان. ترى كان يدري عن الموضوع والمعاملة، يعني كله علموه الرجاجيل. قال بوديك لأهلك وتغير. قال لا ودني للرجال اللي أطلق سراحي. قال الرجال عنده عشاء الليل وهذا. قال أحلى وأحلى. يقول هذا الرجال اللي أطلق السراح وعنده ضيوف يقول وعنده رجال وبيقلطهم على العشاء، يقول لهم بعد صلاة العشاء ب10 دقائق إلا خويي اللي أنا معطيه الشيك وخوينا هذا اللي أطلق له سراحه داخل علي في المجلس بثوبه بظروفه. المهم يوم هذا ويبدأ بقصيدة حدود 10 أبيات يمدح فيها الرجال ويذكر قصته كلها قدام الناس اللي حاضرين. هذا ما سوى وهذا ما سوى وهذا ما سوى، اخواني يملكون ويفعلون والله ما حد منهم دفع ريال واحد. وها الرجال هذا اللي انا عارف من ظروفه يقول الرجال رحمه يقول والله ما هقيتها ولا توقعت يا ابن الحلال ما سوينا شيء. قال انت ما سويت والله لين اموت ولين ادفن في قبري ووصي عيالي عليك انك ابوهم الثاني. تعش قال ما بعش خلاص بيض الله وجهك. يقول هو يودع عند السيارة وكلهم يبتون، ترى اثنين كلهم يبتون عند السيارة، بس المشهد كان قوي جدا. يقول هذا يروح البيت ويتروش ويدروا جماعته ويفرحون فيه. ما كمل 5 أيام هذا عش ضيوفه وفي خجل شديد وظروفه الله المستعان. الأربعاء هذا الخميس الجمعة السبت الأحد ولا الرجاجيل يعزمون الرجال هذا يا فلان. قال نعم. قال الله يحييك كرامة لك على فعلك مع أخونا. قال الله يقويكم. بعد الحاح طبعا يقول هو رحت وراح معي الرجال اللي دخل المبلغ في حسابه وجينا لهم مسوين حفلة يا أخوان ما شاء الله تبارك الله وقصيد وكلام يعني الله ما سوينا شيء. المهم ويرجعون له المبلغ 35,000 كاش هذه هو، ويبقى من المبلغ اللي قاطوا 40,000 ريال عطوها الرجال اللي كان مسجون أخوهم، ويقلطونه على هاك العشاء ويعطونه هدايا ويعطونه قصيد. يقول وانا والله ما سويت ولا عد اني سويت شيء. يقول وارجع واروح للبنك وودع 35 في حساب الرجال التاجر اللي حولها لي. دق علي قال يا فلان ما مدى يعني ما بعد ما اخذت حقها في الجميله. قال بيض الله وجهك وجزاك الله خير، لو تدري وش صار وراها ال35 ما. قال عموما الله يعيننا على فعل الخير. يقول وارجع لبيتي واقعد في المجلس واتدبر اقول شوف سبحان الله الجميله ناعم ملمسها بس من يلمسها. الله اكبر قدامك ناعمه من يلمسها اخوان وعيال عم وجماعه 35,000 ريال والله ما تسوي شيء لك بل انها بركه مالك ناعمة مثل الملمس الناعم. يعني أنت بتلمسها حتى لو ما في جميلة ما تقدر تلمسها إلا فضلا من الله سبحانه وتعالى. يقول سبحان الله قاعد أفكر يوم الأربعاء اقترضت المبلغ، يوم الأحد أرجع المبلغ ومع سمعة لو يدفع الإنسان فيها جميع أمواله ما لحقها التسويق لنفسه والسمعة، بل أن في رجال تجار كبار يبون واحدة من هالقصائد اللي صدرت من قلب له ويدفع المبالغ ما تجي. 12 قصيدة اللي قيلت فهذا الرجل في كل المحافل وكان يذكر في كل مكان مع أنه من قبيلة وهذا من قبيلة. لكن أنا أقول يا أخوان أحيانا الرزق يجيك لعندك بادر خوي مثل ما قلنا مر عليه ظرف جار مر عليه شيء تراح من حظك ورزق لك والمال اللي عندك أنت مسؤول عليه أمام الله. فك كربة غيرك، أنت عارف إن خويك إنه طيب وفيه خير ولقيت ظرف مثل هذه الظروف أوقف معه بدل ما تحطه في البنك حط إياه وحتى لو ما رجعت فداء. ترى هذه من الأعمال الجليلة اللي عند الله أول شيء تتقرب فيها، ثاني شيء ربي يفك عنك مثل ما فكيت عن أخوك المسلم. أنا أقصد يا أخوان في كثير من الأحوال عندك أشياء بسيطة ممكن تسويها وتعيد يعني تكفيك شرور كثيرة، لكن ليه ما تفعلها؟ ليه ما تبادر؟ المبلغ موجود في الحساب، تفقد الناس اللي حولك، تفقد أخوياك، تفقد ظروفهم، تفقد المسجون، تفقد الأيتام، تفقد الأرامل. والله انك محاسب عن هالمبلغ اللي تحاطه في حسابك ولا تستفيد منه. يا اخي عد انه راح ولا رجع. الحين انت بتشتري على قولة قال بيبان ولا تشتري سياره، عد انك شريت سياره وخربت. هذا ترى من الارزاق اللي ربي يردها لك وانت ما تدري. تجيك في صحه، تجيك في عيال، تجيك في سمعه.
أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عني كل خير. نرجع لأصل القصة اللي هو المرأة هذه اللي